يا مساء الهنا والسعادة على حضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مساءكم هنا. هو يعني ايه كارير شيفت؟ ده مصطلح بنسمعه دايما ومش بعيد يكون بيدور في عقل كتير مننا. اللي ما يعرفش يعني ايه، هو عبارة عن تغيير مهني او وظيفي في المجال الاساسي بتاعك. بمعنى ان انت بتكون بتشتغل في مجال معين سنين طويلة قوي، وبعدين تقرر تسيب المجال ده وتبدأ شغل في مجال جديد خالص ملوش اي صلة بمجال شغلك الاساسي. طبعا ده بيختلف كتير عن ان انت تكون عايز تغير وظيفتك او تروح بنفس وظيفتك في نفس المجال بس في شركة جديدة. ده مختلف تماما. الحقيقة في اسباب كتير ان انا اكون عايز اعمل كارير شيفت. زي ايه؟ زي مثلا انك مش بتلاقي شغفك او طموحك في المجال ده، او ان مفيش مثلا تطور في المجال اللي انت فيه دلوقتي، محتاج تحقق طموحات واهداف مهنية او مادية مش قادر تحققها في المجال ده. عندك طاقة إبداعية مش قادر تحققها برضو في المجال ده. الحقيقة كمان أنا بشوف إن التغيرات الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم، الحقيقة مش إحنا بس، عملت يعني تقريبا ركود في السوق أو تغيير في متطلبات السوق. ده بيكون بيؤدي يعني كتير لأسباب إن ناس كتير تفقد وظائفها الحقيقة. وانا بشوف من وجهة نظري الشخصية ان دي فرصة اللي عايز يعمل كارير شيفت يقدر يبتدي من هنا. احنا عايزين نتكلم يعني بتفاصيل اكتر عن الموضوع ده النهاردة. معانا ضيفنا دكتور احمد مختار. دكتور احمد مختار صيدلي اصلا، مظبوط؟ ده حقيقي. وحضرتك غيرت الكارير تماما ده حقيقي. وبدأت بتشتغل استشاري وخبير في تطوير وإدارة الأعمال، صحيح مظبوط؟ صحيح. فاحنا النهارده هنتكلم مع حضرتك كضيف معانا، نستشيرك وناخد خبرتك. أكيد. وكمان عايزين نعرف تجربتك مشيت ازاي. اوكي. انا اسمي احمد مختار، انا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده. اهلا بحضرتك، انا الشرف ليا. وتوبيك وحديث مهم جدا 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 عن فكره الكارير شيفت او أوكي. تغيير المسار المهني. خلونا نبريف كده، انا مين وبعمل ايه. انا اسمي احمد مختار، اتخرجت شغال صيدلي زي اي حد اتخرج من كليه صيدله، فهيخرج على طول يشتغل في مجال الدعايه الطبيه او يشتغل صيدلي. اوكي. ولكن بعد فتره من الزمن قررت او فكرت ان انا مش الكارير او الشغف بتاعي او المهنه اللي انا عايز اكبر فيها هي الصيدليه، ولكن ان كنت بحبها جدا 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 جدا. ولكن قلت انا محتاج اشتغل في حاجه تنمي الشغف بتاعي. اوكي. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي ممكن عائد مادي احسن. بالظبط. وفي نفس الوقت قدراتي استغلها احسن استغلال. وده السكرت اللي خلاني او السر اللي خلاني اغير الكارير بتاعي. بقيت اخد كورسز خاصه او دورات تدريبيه في مجال التدريب والتطوير من اكبر الاماكن الحمد لله. وبعد كده خدت الكارير بتاعي بقى في مجال التدريب والتطوير، ثم تطورت ان انا امسك بزنس او شركات ازاي نطورها في مجال الاعمال وفي مجال التدريب والتطوير والتسويق، لحد الحمد لله ما يعني عندي شركه دلوقتي خاصه بمجال التدريب والتطوير واستشاري لكثير من البزنس او الاعمال اللي موجوده في السوق. تمام. ده باختصار الكارير المهني. بدأنا من صيدلي لحد الحمد لله في طيب الشركه احنا بتاعتي. طبعا مع حضرتك النهارده فرصة ان احنا عايزين نعمل ايه، زي رحلة كده مع بعض. اوكي. اللي عايز يغير الكارير بتاعه نقدر نقول له خطوة خطوة، من أول العلامة اللي بتيجي إن أنا دي، يبقى أنا محتاج دلوقتي أبدأ أغير كاريري لحد ما نوصل معاه كده إيه للآخر بأمان نحقق هدفه. حلو جدا. هرجع لحضرتك بس خطوه. هو انا بختار اصلا الكارير ازاي؟ تمام. او انا بفكر ادخل اي مجال ازاي؟ هو ساعات الفلو بيخرجنا من كليه تجاره، هشتغل محاسب، يا هشتغل كاشير، يا اقدم في بنك، يا هشتغل اتش ار. خريج صيدله هشتغل في نفس الكارير انصان. ولكن بيبقى عندك جزئين مهمين جدا. ايه الكواليفيكيشنز اللي عندك، المهاره اللي عندك، بتعرف تعمل ايه احسن. ثم جزء مهم جدا 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 نبص عليه هي المصادر المتاحه، يعني ايه اللي هيساعدني عشان اوصل لده. ثم حد مشي في الكارير اللي انت رايح له ناخد منه بالظبط. خبراته، يساعد ناخد منه يعني. فكرته. ايه الحاجات البوزيتيف اند نيجاتيف، الحاجات الايجابيه والسلبيه، ايه الصعوبات اللي عدى بيها بالظبط. وازاي اتخطاها. بالظبط. اوكي. لان ده هيسهل عليا كتير جدا، بدل ما ادخل المجال وبعد كده اتصدم بالواقع ده كانت المرتب بتاعه مش كويس،
اصل المفروض تعمل كده وانت ما بتعرفش تعمل كده اصلا جواك يعني. مثلا لو بنتكلم على الديزاين او جرافيك ديزاينرز، لازم يكون عندك اصلا شغف بتاع الكرياتيفيتي بتاع الابداع. لو ده مش موجود عندك فاكشولي حتى لو انت واخد شهادات حتى لو عايز تشتغلها، ممكن في ناس بتفكر ان انا هو ايه شغلانه اللي تجيب لي فلوس. بالظبط. هو برضو بيتهيألي ده مش تفكير صح، مش ده الاساس مش يعني. ده الاساس. عشان هنفرق حته وحضرتك قلتها مهمه جدا جدا، ايه الفرق اصلا بين الجوب والكارير، الشغلانه والمسار المهني. مظبوط. الجوب ده اللي يجيب لك فلوس. عايز اشتغل اي حاجه عشان تجيب لي فلوس، استثمر في نفسي عشان اخش الكارير او المسار المهني بتاعي. اوكي. فبالتالي يبقى انا فكرت بتفكير خاطئ لما قلت اهم حاجه في حياتي هو الماده عشان اوصل لحاجه معينه. على فكره الفلوس هتجيلك ان شاء الله لو انت عندك الشغف وعندك التفكير المنطقي بناء على خطوات معينه اللي يخليك تنجح. بالظبط. انما لو انت تفكيرك ماديا خدت مرتب كويس بعد سنه احسن، ممكن ما تطورش اصلا يعني. بالزبط. ممكن ما انجحش، يبقى انت وقفت عند النقطه دي مستوى معين وما كملتش. بالظبط. يبقى انا بالتالي هنعيد تاني عشان الناس تاكد معانا كده، انا بفكر انا عندي الباشن والشغف، عندي حد يساعدني واشوف الريسورسز او المصادر المتاحه بعد فتره هروح فين. طب هو ممكن يبقى عنده الشغف بس ساعات في ناس اصلا بتخاف من التغيير ده بالظبط. وكمان مش عارف يبتدي منين وازاي. فانا عايزه بس علامه تقول له ايه يبقى ده الميعاد اللي انا ابتدي فيه. حلو. روشته الميعاد هو اللي هيجاوب عليها بنفسه، بس انا هديله شويه علامات. بالظبط. بتروح الشغلانه زي كتير مننا مش حابب الشغلانه دي. بعد فتره مفيش تطور مهني ليك ولا استفاده شخصيه سواء ماديه او حتى معنويه على المستوى الشخصي. يبقى لازم خطواتي تتغير، ابتدي اشوف خطوه جديده. في معادله للتغيير مهمه جدا جدا وبقولها في كل المحاضرات وفي اللقاءات، حاجه اسمها تشينج مانجمنت ايكويشنز. معادله التغيير بتقول ايه؟ dissatisfaction، عدم الرضا بالمجال اللي انت فيه يتجاوز ال 90%. يعني انا مش عايز ده خالص. 2، في ناس تنزل الشغل كده متكتفه بالظبط، يعني مش قادر اعمل حاجه خالص. اوكي. 2، فيجن تو تشينج، عندي رؤيه للتغيير، انا شايف انا ممكن لو سبت المجال اللي فيه ده اروح فين. رقم 3، فيرست ستيب تو تشينج، اول خطوه للتغيير. لو ما عندكش الثلاثه مع بعض ما تسيبش مجالك، يبقى لسه شويه خالص. يبقى لو الثلاثه دول اجتمعوا مع بعض هاخد القرار. يبقى اول حاجه انا ما عنديش رغبه عارمه قاسيه، مش متضايق، ما عنديش رؤيه، مش حابب، ما عنديش مجال في دماغي، مجال معين في دماغي. بالزبط. طب لو حد عايز يغير مجاله، عنده الشغف وما عندوش الرؤيه او المجال محدده، دلوقتي طبعا التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا فيه فتح لنا مجالات كتير جدا طبعا. الحقيقه حتى طبعا. الشغل اونلاين بقى كتير قوي طبعا. وناس كتير استفادت منه طبعا. ده بيوسع المجالات طبعا. ممكن حضرتك تقول لنا زي ايه المجالات مثلا وايه المصادر اللي اوصل ليها، يعني لو دخلت عليها اقدر اختار مجال منها؟ طيب فكره برضو ناكد تاني، المصادر موجوده اونلاين لاي حد، بس كل مجال معين لازم تسال فيه خبير طبعا. يعني حضرتك هتشتغل في مجال الصيدله، هتشتغل في مجال الجرافيك ديزاينر، هتشتغل في مجال الهندسه، هتشتغل زي دراسه جدوى يعني. بالظبط. حد يسالك تساله ايه المصادر المتاحه. انا بس عندي حاجه ميجور لكل الناس كاننا لازم ننمي نفسنا فيها، عشان لما يبقى في ديجيتال ترانسفورميشنز عاليه جدا او تغيير تكنولوجي لازم يكون يتعلم. مفيش حالا دلوقتي حد يقول انا ما بعرفش اعمل على الكمبيوتر اكسل وورد وباوربوينت. ده اساسيات، ده اساسيات. طبعا. اللغه بتاعتك تكون مناسبه للكارير اللي انت داخله او المجتمع اللي انت تشتغل فيه. تمام. احنا مع احترامي الناس بتخرج يهمل كل هذا الاطار التعليمي، وانا عايز اشتغل في احسن مكان في الدنيا بشهادتي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، مش هتطور. الشهاده دلوقتي ليست كافيه ولا يعني ما هيش الستاندر عشان اختارك عليه. بالظبط. لازم يطور من نفسه عن طريق دورات تدريبيه طبعا. في كورسات اونلاين كتير دلوقتي تكلفتها قليله، وفي اوقات كمان حاجات بتبقى فري ابس. يس، احنا صح؟ عندنا حتى في الشركه عندنا في حاجات فور فري وحاجات في فلوس. الفري موجود، حضرتك تخش تراسلنا وتبعت لنا في اي مجال من المجالات، احنا عندنا الكورسز دي مسجله فده تخش. حد تاني والله انا عندي شركه فاقدر اعمل لها كورسز، فاحنا بندعمه بالموضوع الكورسز ده عشان نطور الناس اللي عنده. بيبقى عندنا كمان فكره ان ممكن مدير او شركه تبقى عايزه تشوف ايه الشغف اللي عند البني ادم ده والكواليفيكيشنز اللي عنده عشان اقدر اقول له لا ده ما ينفعش هنا وينفع هنا. بالظبط، يساعده يختار المجال. ممكن يبقى مختار مجال
مش مناسب ليه بالظبط. اصلا، فمش هينجح، وبعد فهيعتبر ان الخطوه دي كانت غلط. لا، هي بالظبط. مش غلط، بس مش مناسبه. بالظبط. اوكي. وبعد على فكره، وده اعتقد ممكن يكون سؤال من اسئله الحلقه حضرتك مجهزاه وانا عارف كده، ان ممكن يكون التايم، التوقيت مش اي، على فكره ما عنديش مشكله في اي وقت. التوقيت صح، ده مهم جدا. بالظبط. وممكن بعد فتره من الزمن، بعد 10 مم. سنين، بعد 5 سنين، بعد 3 سنين، بعد 10 بعد 15 سنه. المهم يبقى التوقيت صح. بالظبط. طب التغيير ده احط له برضو فتره زمنيه؟ يعني انا قررت خلاص وعرفت وطورت من نفسي وعرفت المجال وكل حاجه تمام، الخطوات فاضل بقى انفذ، ادي لنفسي مهله تنفيذ ولا مفتوحه؟ ادي لنفسي مهله. مهله حسب برضو المجال. بالظبط. يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه بنقولها دايما في المجالات بتاعه الصيدله لما نروح للطلبه في الجامعات، ودي حاجه مهمه جدا. بنصح باي حد ان حضرتك في الجامعه لازم دايما تشارك في الندوات، في نشاط طلابيه، عشان تشوف الناس اللي من بره المجال اللي بيجوا يتكلموا معاك هم عملوا ايه في حياتهم ووصلوا لحد فين. فنيجي نقول للشباب يا جماعه بعد اذنكم، لو انت ما حدش قال لك اشتغل ايه ولا انت عارف الكواليفيكيشنز اللي عندك هتوديك فين، جرب. يو هاف تو تراي. اجرب قد ايه يا احمد؟ يقول لي والله، اقول له مثلا اتخرجت السنه دي شهر 7، اقعد شويه في مجال معين انت شايفه واحد من المجالين اللي انت حاببهم. اوكي. اقعد قد ايه يا احمد؟ سنه، ميبي سنتين، اوكي، 3 سنين ماكسيموم اوف ماكسيموم ان انت تجرب مجال. اوكي. عشان ما تضيعش على نفسك فرص ان يمكن يكون مجال احسن بس مش محتاج حد بسنك بعد ما قعدت 3 سنين بعد التخرج. فيجي يقول لك مثلا في الانترفيو لما كنا بنقابل الناس في الاتش ار از اتش ار مانجر، اقول له هو انت في السنتين كنت بتعمل ايه؟ يقول لي والله اصل انا كنت بجرب. ايوه، ايه بقى البروجرس او النمو اللي حصل في الكارير بتاعك؟ ما هو ممكن يعتبر ان هو كده كده عارف ان هيقابله صعوبات، فهو يعني بيحاول يواجه الصعوبات دي. طب هنفترض واجهته صعوبات، يعني ازاي اتعامل معاها؟ تو اوفركم قولا واحدا، عشان الراجل بتاع تدريب وتعليم. تعليم. اوكي. اي حاجه في الدنيا مش عارفها يو هاف تو اسك، اسال وشوف الحاجه اللي ناقصه عندك وتعلمها. اذا مهم اعتقد يبقى عندي شبكه علاقات في المجال ده قويه، تدعمني وتساعدني وتديني خبرتها، وتعرفني كمان ازاي انا يعني اقدم نفسي، اعرف شغلي. طبعا. مظبوط. The need of work is networking. يعني خلاصه الشغل هي العلاقات. بالظبط. فدايما نقول لك ايه، انت رحت مجال، سيب باب موارب، يعني الناس اللي معاك صاحبهم علاقه كويسه، سيب اثر طيب في المجال اللي انت فيه. بالظبط. عشان بعد فتره والله حبيت ترجع، حد كويس هنا راح مكان تاني شاف الكواليفيكيشنز اللي عندك ولا عنده فرصه ياخدك معاه، اوكي. فلازم على اساس ده يكون عندك شبكه علاقات قويه جدا جدا جدا. كبرت في المجال، حبيت بقى تشارك حد او تجيب حد يشتغل معاك، او يعني عايز حاجه من حد، هتلاقيه بيساعدك. ودايما النصيحه، مين اللي يقول لي اصلا انا المفروض اسيب المجال ده ليه؟ يعني بناء على ايه؟ يعني لما اختار حد ينصحني او يقول لي، اول حاجه بيزد اون اسسمنت، يعني لازم الراجل ده يكون خبير في هذا المجال اللي انت رايح له، ويعمل لك اختبار. في يعني اسسمنت كتيره جدا موجوده اونلاين، حتى عندنا في الشركه عندنا اسسمنت دلوقتي الناس خريج صيدله ازاي يختار المجال بتاعه. يعني يجي عندك يعمل اسسمنت مظبوط، بناء على اسئله معينه، حضرتك بتجاوب عليها يطلع لك الكارير ده هو ده اللي هتروح. فبناء عليه بنقول الخبير ده اللي هيقول لحضرتك هتروح فين، ده لازم يكون فاهم قوي، مر بهذه التجارب اللي انت رايح لها عشان يوفر لك كثير من الوقت. طيب هنفترض ان انا في وسط الطريق كده وانا بنفذ خطتي، يعني حسيت ان انا ممكن افشل، او حسيت ان ما كانش برضو مش دي الطموحات اللي انا كنت عايزها، مش هتوصلني قوي، هل لازم يبقى في بلان بي، خطة بديلة يعني؟ طبعا. وعايز اقول لك على حاجه، هو انت لو ما فشلتش تبقى مش غلط. يعني لو انت شايف فلازم اتقبل بقى الفشل طبعا، وابقى عارف اني يعني ايه شويه كده وهاخد الخطوه تاني. اي حد ناجح في اي مجال في اي دوله من العالم في اي زمن من الازمنه، في جعبته مش هياخد الخبره غير لما يفشل. في جعبته، برافو على حضرتك، في جعبته يعني قصص فشل رهيبه. لان حضرتك عشان تقول انا فشلت او نجحت، ما انت لازم تكون عندك التجربه دي. بالظبط. وصلت منها ايه؟ اتفرج على اي برنامج دلوقتي، اي حد بيتكلم في خبرته او في شغله يقول لك انا والله انا عملت 99 تجربه فاشله وواحده ناجحه. ما هو لازم عشان اتعلم. كان في كتاب بقراه قريب بيتكلم في مجال التنميه البشريه لكاتب امريكي معروف كده، اسمه فكر تصبح غنيا. اوكي. يعني باختصار يقصد ايه المقصود، ملخص الكتاب ان الاشخاص اللي عندهم احلام بتتحقق لو جواهم عندهم اليقين ان هم هيقدروا. طبعا. يعني طبعا. هم اصلا الحلم مش بيجي لهم الا عشان هم دايما عندهم عزيمه ويقين ان هم هيحققوا. طبعا. فده يعني اعتقد لازم اليقين من جوايا ان انا اقدر. طبعا.
كان في تجارب كتيره جدا في كتب الاعمال او اداره الاعمال. يقول لك انت لازم تعمل حاجه اسمها، واقول لحضرتك برضو سكرت كده في المنتخب، حاجه اسمها مديتيشن. لازم تقعد تركز كده وتفكر هو انا المفروض بكره ممكن اعمل ايه، طب لو حصل السيناريو ده اعمل ايه، تحط لنفسك في اطار السيناريو وذا نيكست جيم ايه اللي هيحصل. في كل لعيبه اوروبا قبل الماتش بيقعد كده تركيز تخيلي انت المفروض يحصل ايه، تعمل نفسك مديتيشنز عشان لو لا قدر الله حصل حاجه تعالجها ازاي. الهايبوثيتيكال سيتويشن، فكره التجارب اللي انت تقعد تفكر لو انا فشلت هنا المفروض اعمل ايه، ولو فشلت هنا اعمل ايه. دي واحده من الحاجات المهمه جدا جدا، هو التخيل وايمان باللي جواك ان انت هتقدر توصل للمجال ده، وبناء عليه هتحط خطوات يعني ستيب باي ستيب عشان توصل للمجال ده ان شاء الله. طيب اخيرا عايزه اسال حضرتك على حاجه كده، اليومين دول شباب اليومين دول بيتكلم فيها دايما، تقولي رايك فيها الحقيقه. ايه حكايه ان انا مش ضروري اكمل الجامعه؟ اصل انا ممكن ابدا الكارير بتاعي دلوقتي وانجح وخلاص، مش ضروري الجامعه ده يعني. لا هو ده ترند وبنشوفه. بس حضرتك اقول لحضرتك الحاجه، يعني انا لسه قايل من اول برنامج ان الشهاده ما عادتش هي كافيه ان انا ادخلك معايا الشغل خلاص. طب ما هي لو مش موجوده اصلا مش هدخلك يعني. عشان نحط كواليفيكيشن او ستاندرد كده ان انا اختار حد هيشتغل في مجال هندسه مع بكالوريوس هندسه، تجاره مع بكالوريوس تجاره. ده بالعكس، ده لو حضرتك معاك شهاده مؤهل متوسط ولقيت الكواليفيكيشنز اللي عندك هاخدك بناء على المؤهل المتوسط، بس انت اخرك في ليفل معين. ثم اقول لحضرتك روح جامعه مفتوحه او اتعلم بقى بوست جراديويت دبلومز او حاجات بعد التخرج في الاطار بتاعك وكمل. انا بقى اللي بيبسطني بقى في الاطار ده ان عندنا شباب زي الورد بيفكر دلوقتي في منح في جامعات بره مصر او جامعات عالميه، ويدور على منحه ويروح يسافر ياخد الديجري بتاعته، ويقول لك انا رحت واثرت. وعندي امثله كتيره جدا 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 من شباب بدا يبص على الكارير باثوي، انا لو عملت كذا هعمل كذا، ويا احمد انت رايك نعمل ايه هنا، واروح انهي مجال. وفي ناس كتيره جدا عشان ابص على النماذج الناجحه معاه كليه واتنين. يعني مثلا انا دخلت مجال واتخرجت منه وبشتغل، بس انا كان نفسي ادرس حقوق، كان نفسي ادرس سياحه وفنادق، كان نفسي ادرس تجاره. طب حلو، وهو بيشتغل بيدرس عادي. طب الفلوس مقصره معايا. عندنا مصادر كتيره للدخل اونلاين، في شركات كتيره جدا بتعين ناس تساعدها في الشغل، تكتب حاجات اونلاين، تكتب حاجات ريموتلي وانت حضرتك قاعده في البيت، يزود دخله يعني بالظبط علشان يقدر يوصل لده بالظبط. وبالتالي نبص على الامثله برضو الناجحه اللي ناس يعني اشتغلت على نفسها وطورت من نفسها، وعندنا امثله كتيره جدا خرجوا واشتغلوا في مجال وبعد فتره ممكن ما يكونش المجال ده مناسب ليهم، مثلا شافوا مجال تاني. ده مش ضروري يكون انه كان غلط خالص، بس المجال خالص مش مناسب. تمام. يبقى احنا كده سريعا نقول خطوه خطوه، عشان في الاخر عايزه نختم بان حضرتك تقول لنا مفاتيح النجاح ايه بقى. حلو. اول حاجه نعيدهم سريع، العلامه ان انا خلاص الشغل ده انا طاقتي فيه مش، ما فيش طاقه اكتر من كده، ما فيش ابداع، ما فيش تطور. صحيح. لا عندي لسه حاجات عايز اديها اكتر، فادور على المجال اللي شغفي رايح له. صح. وابتدي اطور من نفسي، دورات تدريبيه، كورسات اونلاين، ندوات، فيديوهات في نفس المجال. طبعا. اسال اهل الخبره في نفس المجال. طبعا. مع شبكه العلاقات المهمه جدا دي واتعلم ازاي اعرف نفسي واقدم نفسي وشغلي. صح. طبعا. بعد كده ايا كان الفشل انا مكمل، دايما احاول ابقى يعني عندي عزيمه اكتر. صحيح. فتره زمنيه احطها لنفسي. مظبوط. صحيح. في النهايه بقى ايه المفاتيح بتاعت النجاح؟ برضو الروشتات المكتوبه انا هقولها من وجهه نظري او من واقع خبرتي. لو ما فشلتش يعني مش هتنجح، فطبيعي يو هاف تو اكسبت اني فيلير. اي مشكله تقابلك موف اون. انا مبسوطه من الطاقه الايجابيه دي جدا الحقيقه يعني. موف اون. انا اي مشكله تقابلني هتخطاها. انا يمكن اشتغلت، لو بتكلم عن نفسي سريعا 9 شركات عندي فيهم قصص فشل، قولي زي ما تقولي، بس خلاص هي خلصت، نقطه من اول سطر. 2 حط التعليم، بس التعليم على حق، اللي انا عايز اتعلم. احنا عندنا مشكله ادلت ليرنر، احنا الكبار، انا اسف يعني، اصل انا خلاص بقى خلصت جامعه. لا مفيش. التعليم ابتدى من بعد الجامعه. مش مهم خالص. التعليم ابتدى من بعد الجامعه، لان ده اوبليجاتوري، كان غصب، كان بالاجبار. انا بقى رايح اتعلم بنفسي. يبقى كده انا فشل تقبله جدا. التعليم، نتوركينج زي ما حضرتك قلتي. رابع حاجه احط نفسي حاجه اسمها براجماتيك يعني ستيب باي ستيب. ما اقعدش ابقى زعلان لو ما جاش الخطوه البعيده كل خطوه اخدها لاخرها اخلصها
انا ابقى عارف حاطط الخطوه اللي كل بعدها. 3 شهور انا محتاج اعمل حاجه، نجحت اوكي ده نيكست ستيب، فشلت ارجع يبقى فيها مشكله. احط لنفسي بلان، وبلان ايه وبي، وحط لحد زد، ما عندناش بالظبط. مشكله. والمتعه في الرحله، مش والله المتعه في بالظبط الرحله. مظبوط. بحس المشاكل بطعم النجاح في الاخر بعد ما بعدي بكل بالظبط. ده. ما فيش حاجه لو بتبقى لو سهله. مفيش حاجه فيها، لو انت سهل كده خلاص ما مم. وصلت زي غيرك. مم. انما فكره ان انا دايما عندي عايز اتطور، حاطط بلان ايه وبلان بي وبلان سي، مم. حصل مشكله هنا اجر هنا، ده طبيعي لاي حد عايز ينجح. مم. لاي حد عايز ينجح ده مهم ان يبقى دايما بتفكر لقدام، مفيش حاجه توقفك. بالظبط. طيب ممكن نعرف من حضرتك سريعا يعني اذا في ايميل، اذا في يعني اسم الشركه بتاعت حضرتك اللي واضح ان هي فادت ناس لا كتير. تحت امرك، انا شركتي اسمها ديماس انسومي، موجودين على الفيسبوك. انا اسمي احمد مختار، الايميل بتاعي في ابلكيشن ليها على ديماس انسومي. اوكي. ابعتوا لنا بس، اكتبوا على جوجل، اكتبوا على، ابعتوا لنا على الفيسبوك، ابعتوا لنا في اي وقت. كيب ان تاتش مع الارقام اللي موجوده برضو، سهل توصلوا لنا. لو في ارقام موجوده على الشاشه مع حضراتكم كاعداد سهل تمام. يوصلوا لنا، تحت امركم. وكمان عايزين نعمل حاجه للبرنامج، لو في حد محتاج حاجه يقول احنا تبع الحدث اليوم أيوة. او تبع البرنامج بتاع حضرتك، احنا ميرسي تحت لحضرتك. امركم جدا جدا، ميرسي لحضرتك وشرفنا والله. بيكم. يعني انا عندي نفس التجربه دي. واحده قريبتي هي يعني بعد ما بقت كانت اصلا مجالها كله بنوك، بس لقت ان الموضوع صعب جدا وكمان محتاجه تزود دخلها. غيرت المجال تماما، بتشتغل دلوقتي اونلاين في العقارات. حلو جدا. مكسب مادي زياده، ما شاء الله. مرتاحه نفسيا جدا ان هي قاعده مع اولادها، شايفه اولادها، بيتها، قادره تتابعهم، بتنزل شغل قليل وفي نفس الوقت في مكسب داخل. طبعا. وطورت بقى من نفسها في طبعا. المجال ده طبعا. هي لقت نفسها. يعني هي كانت فاكره ان هي احسن حاجه في البنوك، هي اكتشفت ان هي احسن حاجه في العقارات. ما شاء الله. فاعتقد دي لا التجارب كتير قوي. ان شاء الله نبقى في حلقه تانية نحاول يكون معانا ضيوف ليها. اكيد. تمام. الحقيقه يعني انا الموضوع ده يعني مهم ومؤثر في حياتنا كلنا. طبعا. لان ساعات بيبقى في ناس نفسيا متاثره قوي ان هي مش عارفه تتقدم ومش عارفه تبتدي ازاي. بشكر حضرتك على المعلومات القيمه دي واللي ساعدتنا جدا. الحقيقه من هنا بختم حلقتي معاكم، بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي. مفيش حاجه اسمها الوقت اتاخر، مفيش حاجه اسمها الوقت اتاخر اني اعمل كارير شيفت او اغير مجال شغلي. ادور على شغفي واحاول ان انا احققه ايا كان العمر ايه، ايا كان عمرك مش مهم. مش مهم كمان طول المده اللي انت شغال فيها في مجالك دلوقتي. طول ما عندك حلم هتقدر تحققه، بس بشرط انك تكون مستعد انك تبذل مجهود وتفضل ورا حلمك باصرار والتزام لحد ما الحلم ده يتحقق. ولهنا خلاص بنهي حلقتي، وسعيده جدا بالحلقه النهارده معاكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. تحياتي ومساءكم هنا.